في الزمالك. ايه الاخبار؟ الزمالك في الوقت الحالي هناك وفد في المغرب. اولا تويتت الاستاذ ممدوح عباس، ما المقصود بيها؟ انا مش دافع حاجه، محدش يقول بدفع بالدولارات، انا مش هعمل الكلام ده. المقصود بيها ايه؟ الاستاذ ممدوح عباس يرى ان القرار التأديبي اللي صدر عن منع الزمالك فترتين قيد لازم حد يتحمل المسؤوليه. بالبلدي كده، انا مش هدفع فلوس لحد ارتكب خطأ بالشكل ده. انا هفك القيد لايه؟ لما القيد يتفك الاول، ولما المسألة التأديبية دي تنتهي والمحكمة تحكم للزمالك فتأجل قرار الفيفا، نتكلم ساعتها. فالواقع بقى كما هو. هناك وفد من نادي الزمالك موجود في المغرب. ليه؟ عشان يخلص قصة معالي. لأن معالي النادي بتاعه رافع قضية. تم التواصل معاه ومع ناديه الذي كان مستاء إن الزمالك تواصل مع معالي الأول، نادي اتحاد طنجة، وتم التوصل في الساعات الأخيرة دي إلى اتفاق مع الاثنين، وبالتالي المسألة ماشية كويس. ووكيل أعمال معالي وراجل في قمة الاحترام لما طلبنا منه التعليق على هذا الأمر قال هتكلم في كل ده، لكن الأول ننهي هذه القصة. ده موضوع معالي. الجزء المتعلق بصلاح مصدق تم الاتفاق على قسطين، 50% دلوقتي، 50% بعدين. امتى يوصل ل 50%؟ يوم الثلاث الجاي. وبالتالي ملف صلاح مصدق هيتم إغلاقه. فالملفين انتهوا. مسؤولي الزمالك هنا عندهم مش ثقة، لكن فكرة انه الفيفا بالمعطيات دي الاحتمال الأقرب ان المحكمة تأجل قرار الفيفا. المحكمة تؤجل هذا القرار. في الفترة دي يتم التدخل علشان تجيب من السوق اللي انت عايزه سريعا وتقفل. انا بقول لحضراتكم بلان الزمالك زي ما هو. طيب المشكلة بقى اللي في وسط كل ده فين؟ المشكلة انه الزمالك علشان يروح للفيفا او للمحكمة الرياضية بورق سليم، ده معناه ان انت عملت تسويات. عشان تعمل تسويات لازم حد يدفع. مين اللي يدفع؟ يعني وجهة نظر الأستاذ ممدوح عباس إن لازم حد يتحاسب، هي مظبوطة. بس عشان الملف يتفتح أصلا ما هو لازم حد يدفع جزء من التسويات. فدي النقطة العالقة في الوقت الحالي. الدنيا ماشية. هل النهاية مضمونة؟ أبدا. الفريق القانوني قالوا لنا في من القاهرة بشكل واضح كلنا بنعمل اللي علينا. في الآخر النتيجة منتظرة. السلام عليكم. اسمع الفضيحة دي. وفد الزمالك اللي سافر المغرب عشان يتفاوض مع عبد الحميد معالي والنادي بتاعه اتحاد طنجة المغربي عشان ال 900,000 دولار اللي حكمت لهم محكمة الكاس بكمان إيقاف قيد، ولازم يندفعوا قبل ما يطلعوا الرخصة، لأن دي من ضمن الإيقافات اللي هي آخرها 31 مارس. راحوا يتفاوضوا معاه على أساس إن هو يستنى عليهم ومن غير ولا مليم، ما معهمش أي مقدم عربون، لأن اللي كانوا بيدبروه عشان موضوع صلاح مصدق، عشان إيقاف القيد التأديبي. المشكلة إن هم تواصلوا مع اللاعب وطنشوا رئيس النادي أو إدارة النادي، عشان كده المفاوضات فشلت وما معهمش أي حاجة يدفعوها مقدم. طلع رئيس النادي عصام الطلبي نائب رئيس اتحاد طنجة قال لك الوفد الزملكاوي اللي في المغرب ما تواصلش معانا. يعني المفروض ان انت بتتفاوض كمان مع النادي، لان انت شاري اللاعب من النادي ده، يعني كان عقده مع النادي ده، فانت كلت فلوس على اللاعب والنادي. لا، بيلف من ورا النادي ويتفاوض مع اللاعب. فقال لك احنا اغلقنا باب المفاوضات الودية خالص، وعايزين فلوس ال 900,000 دولار كاش وقتي توتو على كبوتو. ليه بقى؟ اصل انت راجل نصاب وضحكت علينا وسمعتك ما شاء الله يعني لا سمعة ولا صيت، فيعني معلش يعني فلوسي دلوقتي حاضرة يا بيني وبينك الفيفا. طبعا الكلام ده جه بعد ما الاستاذ ممدوح عباس قال لا مع نفسكم، انتوا شوية حرامية وانا هدفع لكم فلوس ليه؟ ما هو انا دلوقتي كنت هدفع. انا قلت الكلام ده على اساس ان الفريق ده لما يلعب في دوري الابطال هنجيب بقى صفقات وياخد البطوله بقى ويوصل كاس عالم وتبقى هيصه بقى. لكن دلوقتي انت عندك ايقاف قيد تاديبي، يعني مش هتعرف تعمل صفقات، يعني هتلعب بشويه المكسحين اللي عندك.
ودوري ابطال افريقيا مش فيها الحكام المدلكين اللي كانوا بيحكموا لك في الدوري، ولا وفا ولا الغزيه ولا احمد مجاهد اللي بيظبط لك الدور. لا، ده دوري ابطال افريقيا حكام ما يعرفوش ابوهم خلاص، وما يعرفوكش انت بالزمالك كمان كزمالك الا من سمعتك، وانت يعني سمعتك ما شاء الله سابقاك في كل حته. عشان كده الدنيا طبلت يوم عن يوم، وكانوا بيطلع اعلام الزمالكاوي يقول لك ما هيدونا مهله عشان خاطر اجازه العيد. ادي انت دلوقتي 7 8 ايام بعد العيد، مفيش اجراء واحد اتعمل، اجراء واحد. والناس فهمت نصبايه الابلكيشن، الجماهير الزملكاويه بداوا يحجموا عن الموضوع، وبدا كل الهجوم. النهارده انا شفت هجوم في قناه الزمالك والله بصوت بجاليليو اللي هو بنفسه طالع بيتكلم على الفضيحه دي، يقول لك ايقاف القيد والمجلس اللي ده هو المسؤول ولازم يخلصنا من الموضوع ده، وفشل في مش عارف العاب الصالات اللي كانوا بيتريقوا على العاب الصالات. يقول لك بقى لنا 4 سنين ما خدناش الا 3 القاب، والعاب الصالات ما خدناش الا لقب واحد في خلال 4 سنين. على اساس ايه؟ السؤال بس المهم معلش يعني، عشان اللي بياكل مال النبي واكل مال الناس ما بيجيش الا بالخراب. فاكرين اجوجو اللي مات وما خدش فلوسه، ورزاق اللي مات وزوجته اتحايلت عليهم عشان كان مفلس الراجل ومات مفلس عشان ياخد فلوسه وما ادلوش فلوس، واحمد مجاهد يقول لك طالما اللاعب مات سقطت مديونياته، ما انت عند ربنا بقى هتدفعها. السؤال بقى المهم معلش يعني، تفتكر لو الزمالك ما كانش محتاج انه يطلع الرخصه الافريقيه، ما هي الرخصه المحليه كده كده بيديها له، دفع ما دفعش خلاص بلطجه بيدوها له. لو ما كانش محتاج الرخصه الافريقيه عشان يشارك في البطولات الافريقيه، يعني ما كانش مثلا فاز بالدوري او تاهل لدوري الابطال وما كانش محتاج الرخصه، هل كان هيسعى ان هو يسدد ديون الناس دي؟ ما كانش هيسعى، ما كانش هيدور ان هو يسدد. ربنا سبحانه وتعالى لما عمل كده حب ان انت تدفع فلوس الناس اللي انت وكيلها وتعجز، وكمان تاخد ايقاف قيد تأديبي وتبقى فضيحتك بجلاجل، لان ربنا ما بيرضاش بالظلم. انت واكل حق لعيبه اتعاقدت معاهم، مدربين اتعاقدت معاهم، واللي يجي لك يقول لك هات فلوسي تقول له روح اشتكي، زي البلطجي كده تقول له هات فلوسي يقول لك روح اشتكيني، مش همه حاجه، هو بيقول له روح اشتكي في الفيفا. ماشي يا عم تعالى اشتكي في الفيفا، دلوقتي اللي كان ليك ده هياخدوا 10 بالغرامات، وانا بقول لك النادي ده هيتقفل وهيتشمع الديانه محاصرينه، ويطلع واحد راجل كبير مفترض انه شخص كنا بنحترمه يطلع يقول لك ايه؟ وزاره الاوقاف المفروض تسيب الفلوس بتاعتها للزمالك. ليه؟ فلوس الاوقاف اللي بتكفل ارامل ويتامى وبتفتح بيوت ناس غلابه يسيبها للزمالك ليه؟ شخصيات ظهرت على حقيقتها وظهرت مدى سطحيتها وتفاهتها في الازمه دي.